منة شلبي من سنتين اتمسكت في المطار ومعاها مخدرات. تم تصوير المضبوطات وكانت قضية رأي عام تم الحكم النهائي فيها بالسجن عام مع وقف التنفيذ. يعني بنتكلم في إدانة رسمية، واقعة رسمي حصلت بالفعل. منة حياتها لم تتأثر، شعرة اشتغلت عادي، بتسافر وتروح وتيجي عادي. الحكم نفسه على فكرة عادل، واستخدم روح القانون كأول سابقة والأخذ في الاعتبار مستوى الشخص الاجتماعي. بس انت عارف حكم زي ده لو على شاب جامعي أو حاصل على ماجستير يضيع مستقبله تماما. أي يقسم بالله يضيع مستقبله تماما. عارف إنه مش هيقدر يشتغل بورق في أي مصلحة حكومية أو قطاع خاص حتى. عارف إنه مش هيعرف يزور أي مدينة سياحية فيها أجانب، لأنه مستحيل يعدي من الكمائن بسبب قضية المخدرات اللي عليها. لا يوجد أمامه سوى الهجرة نهائيا عشان يعيش حياة طبيعية. تعال بقى للممثلة هدى المفتي، لها مشهدين من فيلم ليلة رأس السنة. واحدة مع الممثلة سلمى عابد، فيهم واحد صاحبهم بيطالبهم يبوسوا بعض علشان يقدم لهم مصلحة معينة، ومشهد تاني كانت نايمة جنب صاحبها لأنها زعلانة من صاحبها، والولد لما بدأ يحضن فيها ويبوس قالت له أنت بتعمل إيه؟ أنا صاحبة صاحبك. وده لأنها اضطرت تنام عنده بعد إلغاء حجز الفندق. شفت المهزلة اللي احنا وصلنا لها؟ هدى المفتي قالت الشارع اللي وراه، واستخدمت اغلب افيهات سوزي الاردنيه. اي والله استخدمت اغلب افيهات سوزي الاردنيه. بس طبعا كل ده مش خدش حياء مجتمع ولا نشر فسق ولا فجور. ده نجمه راقيه بنت ناس من اهل ايجيبت. اي والله من اهل ايجيبت، مش سوزي الاردنيه اللي سايبه مذاكرتها وبتعمل لايفات تكسب ملايين، تطلع اسرتها اللي عايشه في مجاعه والفقر، وان هي بتخدش الحياء، وان هي بتسوق سمعه مصر بره، وان هي بتقول الفاظ الشباب والكبار والصغارين بيجلدوها. اسمع التفاصيل قوي لانك يعني قارن بين دي ودي بقى. تعالى بقى للممثله اسماء جلال، السلم والثعبان اتنين. طبعا مصر كلها شافت الفيلم وشافت كمية الانتقادات وكمية الفجور والفسق والإيحاءات الجنسية اللي بتشوفها في الفيديو أو في الفيلم دي. طبعا حاجة مفيش رقابة. أنا مش عارف الفيلم ده عدى على الرقابة إزاي، ومش عارف كمان هما ليه بيعملوا كده، إيه الهدف من كده يعني.